بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. الشتاء بدأ يهل علينا كده. فاحنا عايزين بقى نبقى جاهزين كده بشويه مخبوزات حلوه كده في البيت، تدي ريحه حلوه كده ودفى في البيت. وكمان عشان نبقى جاهزين للجوع اللي هو بتاع الشتاء ده، اللي انتوا عارفينه، اللي هو ملوش حل، دوت الجوع اللي هو طول النهار بنبقى عايزين ناكل. فانا قررت كده اعمل للولاد شويه بسكوت حلوين ومغذيين وكمان اقتصاديين جدا، يعني هنعملهم من حاجات موجوده عندي في البيت، مش هشتري حاجه من بره. وكمان انت كمان لما تشوفي البسكوت هتقومي على طول تعمليه، ان هو سهل خالص ومش هياخد معاكي اي وقت. البسكوت بتاعنا ده حلو قوي، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم. بسكوت كده يعني اشبه شويه بالبسكوت الفلاحي، هيعجبكم ان شاء الله. لو عايزين تكملوا معايا الفيديو وتشوفوا البسكوت القمر ده احنا عملناه ازاي، ما تنسوش تعملي متابعه وما تنسوش اللايك قبل ما نبتدي الفيديو. كده اللي نسيت الفيديو اللايك تحط اللايك بعد اذنك. وما تنسيش برضو لو عجبك الفيديو تكتبي لي تعليق حلو كده منك، عشان يشجعني ان انا اعمل حاجه جديده وتبقى احسن. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمل البسكوت الحلو قوي مع بعض ده ازاي. هنحتاج للبسكوت بتاعنا دوت كوبايه من السكر، واربع بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعلقتين من الفانيليا، معلقتين صغيرين من الفانيليا. وهشغل عليهم المضرب. لو انتي ما عندكيش مضرب عايزه تشتغلي بالخلاط، اشتغلي بالخلاط هيدي نتيجه حلوه قوي برضو. او عندك مضرب سلك وما عندكيش خلاط ولا مضرب، اشتغلي بالمضرب السلك، بس هياخد وقت معاكي اطول شويه لحد ما توصلي للون اللي انتي شايفاه ده. وبعدين هحتاج كمان معايا كوبايه من زيت الذره، طبعا زيت ذره عشان ما يبقالوش اي طعم كده ولا ريحه جوه البسكوت بتاعك. زي ما قلت لك بسكوت اقتصادي خالص، ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. تقدري برضو تستبدلي الزيت ده لو انت حابه بقى، او عندك زبده او عندك سمنه، تقدري تستبدليهم بكوبايه سمنه او زيت او الاتنين مع بعض، او زبده عادي خالص. ودول معلقتين كبار من الزبادي، وما تستغربيش خالص من الزبادي لان هي بتدي طراوه كده للبسكوت وطعم ولون حاجه خياليه يعني. ومعايا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. انا ما حبيتش احط البيكنج باودر على الدقيق لان ساعات التقليب مش بيبقى كويس، فحبيت ان انا احطهم في الخليط كده عشان اضمن ان هما تقلبوا كويس قوي مع الخليط اللي احنا عملناه دوت. اخر حاجه بقى واهم حاجه طبعا معانا الدقيق. معايا كام كوبايه من الدقيق؟ معايا 5. هنزل بيهم كده بالتدريج عشان انا عايزه العجينه بتاعتي مش ناشفه ومش طريه، يعني انا هشتغل في الكيس. الكيس بيبقى العجينه بتاعته متماسكه شويه، لو انت عملتيها طريه هتبوظ شكل البسكوت. زي ناس كتير بتعمل البسكوت وتقولك النقشه بتاعته راحت لان انت عملتيه طري فساح البسكوت فرش. فانا مش عايزاه يبقى كده، خليكي معايا كده وتابعي انا هعمل ايه بالظبط. احنا بنلم اهوت. طبعا المعلقه يا ريت تبقى خشب عشان تبقى قويه معاكي في التقليب. بصي هتوصلي للقوام ده كده، ده قوام يعني الكيكه، نقدر نقول الكيكه شويه. لا يبقى احنا كده لسه محتاجين شويه دقيق. بس اهم حاجه تخفي الدقيق خالص، يعني تقلبي لحد ما الدقيق بتاعك يختفي. هنزل بشويه كمان من الدقيق، يعني هو ممكن ياخد معاكي من 4 كوبايات ونص ل5 على حسب الدقيق بتاعك بقى ما هيلم. المهم طبعا ما تعجنيش البسكوت. البسكوت بيتلم بس ما بيتعجنش، عشان ما الجلوتين بقى ما يشتغلش كده جوه العجينه بتاعتك ويكون معاكي عرق، واحنا مش عايزين كده خالص. المهم ان احنا بنلم كده البسكوت بس. حلو كده اهوت، شايفين القوام بتاعها؟ لو عملتي بقى البسكوت بالقوام دوت اللي انتوا شايفينه ده، هو متماسك اهو حلو قوي. بس هو ده اللي انا بقولك عليه، هيبقى غلط لو انت اشتغلتي بيه كده، هيبقى غلط، هيخلي البسكوته بتاعتك ملهاش اي رسمه. خلاص دول حوالي نص كوبايه كمان، يبقى احنا كده بالنسبه لي انا خدت 5 كوبايات دقيق. هو بسكوت يعني بسكوت الحلويات اللي هو دقيق الحلويات اللي هو اللي بيبقى مخصص للبسكوت والحاجات دي، ان شاء الله يبقى المقدار واحد يعني. البسكوت والكيكه والحاجات دي هي بتاخد دقيق بيبقى واحد، ما تقلقيش، يعني غير دقيق العيش طبعا. زي ما احنا شغالين كده واحده واحده هتلاقي العجينه بقى ابتدت تتقل معاكي. معلش عشان كده انا اشتغلت بمعلقه خشب لحد ما توصلي بقى للنتيجه اللي هتشوفيها معايا دلوقتي. انا هشتغل بالوش اللي انتوا شفتوه دوت، بيبقى اسمه مشط تقريبا، بيبقى اسمه مشط، بيتباع عند مستلزمات الحلواني، بيبقى اسمه مشط. هنشتغل بيه عشان نعمل بيه البسكوته للي ما يعرفوش يعني. اهو
بيتشكل بمنتهى السهوله. البسكوت طري وحلو قوي. لو انت هتشتغلي بمكنه البسكوت زودي بقى كمان معاكي من نص كوبايه لكوبايه. اعملي بقى البسكوته زي ما تحبيها، بس انا بحبها تبقى طويله كده شويه. بصي سهلي على نفسك واعملي بالسكينه كده، لان هو دوخني شويه كده في الاول لحد ما بقيت اقطعه بالسكينه كان اسهل يعني. وبعدين بيساوي الاطراف بتاعته عادي خالص. هندخله بقى الفرن. وده شكل تاني انا عملته، شكل البيتيفور، بس طبعا بنكبره شويه عن البيتيفور اللي هو اللي احنا بنعمله. بكبر البسكوته كده شويه. هندخله بقى الفرن لحد ما يطلع معاكي حلو قوي قوي كده. وهقول لك بقى على سر التسويه. انا سويته ازاي. حطيته في نص الفرن على نار هاديه من غير شوايه. نار هاديه في نص الفرن. صاج عادي خالص من غير ما تدهني زيت ولا اي حاجه. لحد بيقعد معاكي مثلا من 10 دقايق ل 15 دقيقة، يمكن اقل طبعا على حسب الفرن بتاعك، وبياخد اللون ده. طبعا هو في الفرن انت بتفضلي يعني تفوتي 3 4 5 دقايق كده، وتروحي فاتحه الفرن ولفه الصاج بتاع البسكوت بتاعك عشان ما يتحمرش من حته وحته لا. دي حاجات اعمليها كده، تكات اعمليها في البسكوت بتاعك هيطلع تحفه زي ما انتم شايفين. البسكوت ده انا قلت لكم عليه بيبقى عالي. بسكوت فلاحي يعني، اللي هم لما يجي لك زياره كده من الفلاحين بتلاقي بيبقوا عاملين البسكوت الفلاحي، هو بيبقى بسكوته عاليه كده غير اللي احنا بنعمله. هو البسكوت ده اقرب ليه قوي، وكمان طعمه حلو قوي. بصوا كده البسكوته زي ما بقول لكم، بصوا اللون كمان عامل ازاي بتاع البسكوته، حلو قوي قوي بجد. ده بسكوته بتبقى عاليه كده وبتبقى جواها بصي مليانه، يعني مش بسكوته خفيفه خالص كده. تاني جميل برضو كل حاجه، بس ده طعم وده طعم تاني ومقرمش وبصي بقى ده اللي هو البسكوت اللي بيقولوا عليها بتنزل في كوبايه الشاي، بتشرب منه كوبايه الشاي وبتطلع. مش عايزه اقولك بجد يعني حاجه وهم، يعني بيطلع زي طعمه زي الزبده كده في بقك، مع ان هو المفروض زبده ولا حاجه، بس هو حلو قوي. معلقتين الزبده اللي احنا حطيناهم دول ادوله طعم حاجه حلوه، يعني طعم سمنه بلدي. حاجه فرق كتير عن البسكوت العادي اللي احنا بنعمله. جربيه ان شاء الله هيعجبك. اعملي لاولادك كده الصبح قبل ما ينزلوا للمدرسه. حبه شاي كده بشويه شاي بلبن وحبه بسكوت معاهم. هيبقوا مبسوطين قوي. ده البسكوت ده تقدري تبلي الطرف بتاعه زي ما قلت لك بالشوكولاته، وتعمليه فكره البيتيفور شويه، هيعجبهم قوي. تدولهم برضو بحاجه يعني تحليه معاهم في المدرسه. هيعجبهم قوي عشان مش تروش الحاجات دي كمان من بره. هتبقى افضل ان انت تعمليها لهم في البيت. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الاشتراك، وكومنت كده حلو منكم عشان يشجعنا نعمل الاحسن. وعايزه اقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين تاني مره، وشكرا ليكم.